أغلبنا شاف هذا الفيديو، لكن ليش وزارة الدفاع الأمريكية ما رفعت السرية عنه إلا بعد كل هذه السنين؟ وهل من جد في مخلوقات فضائية أو لا؟ هذا راح نتكلم عنه في هذا الفيديو، فأعطونا الانترو عشان نبدأ في الموضوع. السلام عليكم، منورين القناة كلكم. يا ريت قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسى تسوي لايك لهذا الفيديو، تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتشارك الفيديو مع أصحابك، ويلا نبدأ عشان ما نطول. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like this thing, it's rotating. في البداية بنتكلم عن حادثة روزويل في سنة 1974. في جسم غريب سقط في مدينة روزويل الأمريكية. السكان سمعوا صوت هائل ونيران من مكان هذا الجسم الغريب، لكن بعد لحظات جت وحدات الجيش الأمريكي وقفلت المدينة وفرضت حظر تجول، وهددوا السكان أنه راح يضربون النار على أي واحد يطلع من بيته. لكن قبل سيطرة الجيش الأمريكي على المدينة، في بعض السكان شاهدوا طبق طائر تحطمت أحد أطرافه وسقط بالقرب من مزرعة لتربية المواشي في روزويل. وبعدها شاهد السكان أيضا سيارات نقل ضخمة محملة بقطع تم إخفائها بعناية وأخرجوها من المدينة. فهل هذا دليل إن في شيء تخفيه الحكومة؟ ممكن الحين تقول إن ذا مو دليل، ممكن تكون هذه مجرد إشاعات هدف إثارة الجدل. لكن الغريب إن في اليوم الثاني من هذه الحادثة ذكرت جريدة روزويل في عنوانها الرئيسي: سلاح الطيران الأمريكي يأسر طبق طائر في مزرعة لتربية الماشية. بعد الإعلان اللي نزل في الجريدة، انتشر الخبر في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وثار الناس مطالبين الحكومة أنها تكشف إيش اللي صار هناك، لكن الحكومة الأمريكية التزمت بالصمت. بعد الحادثة بأسبوع نفت الجريدة التصريح اللي نزل عن الطبق الطائر، وذكرت أن اللي سقط منطاد لدراسة الطقس. ممكن الحين في كثير من التساؤلات في بالك: ليه الجيش الأمريكي راح يروح عند سقوط منطاد؟ وليه قفلوا المدينة وحظروا التجول؟ الأمر أكبر من كذا، لأن بعد الحادثة صرح أحد المسؤولين في الجيش أن حطام المنطاد مو الشيء اللي رحنا نجمعها في الحادثة، والتزمت الحكومة الأمريكية بالصمت على هذا الكلام. بعد ربع قرن من الصمت، نشر صحفي معروف في هذه الفترة اسمه تشارلز كتاب يحكي فيه عن تفاصيل الحادثة بعد بحث طويل، وقال فيه أن اللي سقط في مدينة روزويل كان طبق طاير ويحتوي على جثث بعض المخلوقات اللي كانت فيه واللي ماتت نتيجة السقوط، واحتفظت به المخابرات المركزية في معاملها. واتهم تشارلز للمخابرات الأمريكية أنهم احتفظوا بجثتين من المخلوقات الفضائية في المنطقة العسكرية المنطقة 51. طبعا تشارلز توفى لأسباب مجهولة بعد نشر كتابه وإثارة الجدل، وكالمعتاد ما صرحت الحكومة بأي شيء. في أشياء كثير من اللي صارت في هذه الحادثة غريبة، لكن ممكن ما تكون دليل إن في مخلوقات فضائية. لكن في سنة 1995 أعلن طيار أمريكي متقاعد يتجاوز عمره 80 سنة اسمه راي إنه يمتلك فيلم يظهر فيه عملية تشريح أحد المخلوقات الفضائية اللي كانت في حادثة روزويل. الحين بعد ما شفتوا الفيديو ممكن تقولوا إن الفيديو مفبرك أو تم تصنيعه مثل الأفلام الحالية. بعد انتشار هذا الفيديو الكثير من الناس شككوا بمدى صحته، لين وصل هذا الكلام للخبراء في هذا المجال. ففي خبراء من شركة كوداك العالمية قاموا بفحص هذا الفيلم فحص دقيق، وأعلنوا بعدها بصورة رسمية أن الفيلم تعود مادة الخام إلى الأربعينيات، وأنه بالفعل صور في الفترة بين سنة 1945 و 1948. وقال خبراء هوليوود أن تصنيع كائن مثل هذا الكائن أمر جدا صعب، فالأنسجة والخلايا تبدو حقيقية. طبعا رأي الخبراء أثار جدل في الولايات المتحدة، لدرجة أن الرئيس الأمريكي في هذا الوقت بيل كلينتون قال في لقاء أنه على حد علمي ما في أي سفن فضائية صدمت مدينة روزويل سنة 1947. وإذا هذا كان صار بالفعل وأن القوات الجوية احتفظت بالجثث، فإنهم ما أطلعوني عن الموضوع. من المؤكد أن الناس ما اقتنعت بكلام الرئيس، وخصوصا بعد الفيلم وكلام الخبراء عنه، فطالبوا الحكومة الأمريكية مرة ثانية أنها تكشف الحقائق. وفي أواخر سنة 1997
فاجأت الحكومة الأمريكية الشعب في الرد، وكان هذا عن طريق بيان رسمي للقوات الجوية الأمريكية اللي أعلنت فيه أن اللي سقط في مدينة روزويل سنة 1947 كان طائرة عسكرية سرية تحمل بعض الدمى وتوجه بأجهزة التحكم عن بعد، وأثناء الاختبار سقطت الطائرة بسبب خلل طارئ. فهل من جد ذا اللي صار؟ الحين خلونا ننسى كل هذه الأدلة ونقول إن ما في أي شيء تخفيه الحكومة الأمريكية، وإن حادثة روزويل مو صحيحة. لكن في شخص اسمه بويد بوشمان. بويد من أبرز علماء أمريكا في مجال التكنولوجيا الفضائية، وقبل ما يموت بعدة أيام نشر فيديو يوضح فيه إن في مخلوقات فضائية في المنطقة 51. المقطع مدته 33 دقيقة ونزل على اليوتيوب بعد وفاته بمدة قصيرة، تم تصويره سنة 2014. ملخص اللي قاله في الفيديو إن عنده تصريح سري أود الإدلاء به، وتكلم عن حادثة روزويل، وذكر بوشمان تفاصيل حول زوار الفضاء والأجسام الغريبة والتكنولوجيا المضادة للجاذبية اللي تطورها أمريكا. وفي نفس الوقت قال بعد صفات الفضائيين، وقال إن عيونهم وأنوفهم مختلفة عن البشر، وإنهم يقدرون يقرؤون طوارة الخواطر العقلي، وكان طولهم حوالي 1.5 متر، وعندهم 3 عظام بارزة على الظهر، وأضلاعهم أقل من البشر. ورانا بعض الصور اللي يقول إنها من المنطقة 51 وبعض صور الفضائيين. وأكد بوشمان كل اللي صار في روزويل، وقال الفضائيين من كوكب اسمه كوينتومنيا واللي يبعد 68 سنة ضوئية، وأنهم ينقسمون لقسمين، القسم الأول قسم مسالمين والآخر ما يحبون البشر، وذكر في نفس الوقت أن أعمارهم تتجاوز 200 سنة. أثار بوشمان ضجة إعلامية كبيرة، فكيف العالم الأمريكي معروف أنه يصرح بهذا الكلام؟ وصف الإعلام بالهذيان وأنه اختلق كل هذه الأكاذيب، فالأدلة تتأكد حادثة روزويل. الحين خلونا من الفيديو من الكلام العالم الأمريكي. يذكرون سقوط الطبق الطاير في روزويل، يقولون كان في عدة مخلوقات فضائية فيه، ولكن ما نجا من هذه الحادثة إلا مخلوق واحد، واحتجزوا الحكومة لأغراضها. وفي سنة 2011 ظهرت قناة في اليوتيوب وسربت 4 مقاطع، ومنها مقطع المخلوق المحتجز. مشروع سكيني بوب هو مشروع الفضاء المحتجز من حادثة روزويل. المصيبة أن الفيديو المسرب هذا صور بين سنة 1947 وسنة 1969، وفي هذه الفترة ما كان في تقنية ال 3D، وهذا اللي جعل الناس يصدقون المقطع ما في أي لعب، ويعتبر دليل قوي وحجة على الحكومة الأمريكية. الحين خلونا نتكلم عن دليل وحادثة ثانية صارت في ولاية أريزونا، حادثة أضواء فينكس. في سنة 1997 شاهدوا سكان المدينة أضواء برتقالية اللون في السماء، وهذا الشيء أصابهم بالذعر والخوف، فاتصل أغلب السكان على أقسام الشرطة، وسرعان ما انتشر الخبر في جميع أنحاء أمريكا. بعد ما انتشر الخبر وصل للإعلام، نقلت قناة CNN بث مباشر للحدث. الأنوار استمرت لمدة 3 ساعات في السماء، بعدين اختفت، ومن المتوقع عند رؤية السكان لمثل هذه الظاهرة أنهم يقولون أطباق طائرة. لكن هل هي فعلا شيء غريب؟ بعد الموجة من الذعر والخوف بوجود مركبة فضائية في سماء أريزونا، ظهر حاكم المدينة 5 سيمنتون وصرح بقوله إن الدوائر البرتقالية اللي ظهرت في سماء أريزونا لا تعد كونها ظاهرة طبيعية، وقال إنه لا يلغي آراء الآخرين بخصوص كونها حادثة منسوبة لكائنات من خارج الأرض. الحادثة ذي هي أكثر الحوادث غموض، لأن أغلب السكان شاهدوها بعيونهم. فهل هذه من جد أطباق طائرة؟ بعد فترة من التحقيقات أكدت الصحف ووسائل الإعلام أن الأضواء هذه كانت بعض ظلها بالساقط من طيارة A-10. أضواء فينكس ممكن كانت الأغرب والأكثر مشاهدة، لكن مو دليل قاطع على وجود الفضائيين، وفي نظريات كثير حولها، فخلونا من هذه الظاهرة الغريبة لين يومنا هذا الناس تذكرها. وإيش تعرف عن Area 51 أو المنطقة 51 اللي يقال أن الحكومة الأمريكية تحتجز فيها مخلوقات فضائية؟ تقع المنطقة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة الأمريكية،
وتم بنائها سنة 1941، وهي موقع عسكري سري جدا لدرجة أن المنطقة لا تظهر في أي خريطة في العالم، والحكومة ما اعترفت بالمنطقة وأنكرت وجودها بالكامل. بعدها بفترة قامت روسيا بتصوير المنطقة بقمرها الصناعي. المنطقة مراقبة بشكل كبير، وتم تأمينها بحراسة أمنية شديدة ومحاطة من قبل أحدث أجهزة المراقبة الأمنية. العجيب أن هذا المكان يحوي العديد من الأسرار، ومن المزعوم أن هذه المنطقة يوجد فيها هبوط للأطباق الطائرة، وأن الحكومة تجري اتصالات لتلك المخلوقات الفضائية. وفي كثير من الناس اللي يدعون رؤية أجسام غريبة مضيئة تطير في الليل في المنطقة، وكانت الأجسام تطير بشكل مدهش وسرعة مدهشة وتقوم بتغييرات سريعة في الاتجاهات. ما راح ننكر أن في المنطقة اختبار طائرة الشبح، فممكن يكون هذا سر مشاهدة الناس لهذه الأجسام. مؤخرا بدأت التقارير تنتشر حول التجارب العسكرية اللي يسوونها في المنطقة، وعلى عكس ما كان الناس يتوقعون، المنطقة ما هي إلا قاعدة عسكرية. والحكومة الأمريكية تمادت في الموضوع وقررت أنها تترك المواطنين يألفون ويختلقون الشائعات والتصورات، وما أفشت هذا السر إلا بعد حوالي 32 سنة. بوب لازار هذا الشخص قال إنه اشتغل في المنطقة 51، وإنه شاف مجموعة من صحون الطائرة التابعة للفضائيين، وإنه في نفس الوقت زود معلومات عن طريقة عمل هذه المركبات. فعلى سبيل المثال يقول إن بعض المركبات تخلق فعلا مقاومة للجاذبية بالاعتماد على عنصر كيميائي. ويدعي لازار أيضا تم إعطاء معلومات تشرح كيف زارت الكائنات الفضائية الأرض خلال 100,000 سنة الماضية، وإنهم جو من كوكب يوجد ضمن مجموعة زيتا ريتيكولاي، اللي هو نظام ثنائي النجم يبعد حوالي 39 سنة ضوئية عن الأرض. فهل هو صادق أو لا؟ في كثير من الشائعات والكذب في الإعلام، وفي كثير من الأخبار هدفها إثارة الجدل، فأنا ما أقدر أعطيك إجابة واضحة هل هم موجودين أم لا، لكن أنت شاركنا في رأيك في الكومنتات، هل أنت مؤمن بوجود الكائنات الفضائية أو لا؟ كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن الفيديو عجبكم، نشوفكم بإذن الله في الفيديوهات الجاية. سلام.